انت كخبرة في مكان وما بتتقدرش بتلاقي نفسك محبط. انا من النوع اللي بنسحب. حضرتك بتقول ان المكان ده ما بيقدرش. ايه جزئية ان عدم التقدير هنا؟ يعني ايه ما بيقدرش؟ طبعا احنا عايزين نوضحها بحيث ان انا ممكن اكون كاونر او مدير مش شايف ان تصرفي دوت هو ممكن يكون بيضايق اللي تحت مني، واللي تحت مني ما بيتكلمش وبيشتكي فبياخد بعضه ويمشي على طول. فاذا من هنا برضو ما عرفتش ايه السبب اللي بيخليني اخسر. وفي سوق العمل ان انا اجيب شخص اتحمل تكلفة تدريبه، مش شرط ان انا ادربه في تخصصه، بس تدريبه ان هو يفهم الهيكل الاداري وسيستمه ونظامه وسياستي، وبعد الفترة دي ابص الاقيه خد بعضه ومشي، فانا كده ما كسبتش حاجة. ليه؟ لان هو عبال ما اتدرب وفهم انا عمال بصرف عليه كل ده ومشي. فيبقى انا هنا هفضل اخسر وانا مش عارف ليه بخسر الموظفين وبخسر فيهم فلوس. يبقى هنا ايه جزئية نقطة عدم التقدير اللي بتخلي الشخص يسيب المكان ويمشي؟